السلام عليكم الزلف اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تيفي، وكذلك القناه الثانيه جياسكا اخبار التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد على اخبار شبيبه القبائل. حصريا يعني كما راح تشوفوا راح نشاركوا معكم اخر خبر وماذا تكلم في تصريح بوزيدي يجتمع باللاعبين ويؤكد قال لك اريد فوزا مقنعا هذا الجمعه ولن اظلم احد. أكد المدرب يوسف بوزيدي للاعبين في حديثه معهم أن الفرصة مواتية عشية الغد من أجل التأكيد لأنصار أنهم جديرون بثقتهم من خلال تحقيق انتصار بالأداء والنتيجة أمام باردو، والذي ينتظر الجميع أن يكون عنوانا لانتصار جديد يسعد جماهيرهم وترغب في عودة النادي سالف عهده إن شاء الله. ومن جانب آخر يبقى الأكيد أن بوزيدي مطالب بالثلاث نقاط، بما أن الخطة التي سيلعب بها ستكون تحت المجهر ولن يكون مسموحا له بالمرور جانبا. وأكد بالمقابل أنه لن يظلم أحد، والأحسن هو من سيشارك في اللقاءات على حد تعبيره. أكد أنه يرفض مشاهدة أخطاء المواجهات السابقة هذا. وشدد بوزيدي على أمر مهم، وهو أن الأداء السيء الذي أبان عنه اللاعبون في الفترة الماضية مرفوض رفضا بتاتا، خصوصا وأن اللقاء سيكون هاما جدا للفريق القبائلي ونقاطه أهم ما يشغل الإدارة حاليا، ولا مجال للتهاون على الإطلاق. في ذات السياق أكد الكوتش أنه على كل لاعب أن يبرهن أنه يستحق حمل ألوان الشبيبة، بما أنه لن يتسامح مع أي عنصر متخاذل مثل ما قال. وعليه فإن كل لاعب مطالب بتأدية دوره وبذل مجهودات كبيرة من أجل الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور جيدا إن شاء الله.